اغلبنا الفترة اللي فاتت دي عدى قدامه بوست او صورة او فيديو عن ملفات إبستين، وانا هنا مش جاي اكلمك على اذا كان حاجة زي كده تدور فيها وتبحث فيها ولا لا. انا هنا جاي اكلمك على ان اغلب الناس حصل لها صدمة ان في حاجة زي كده موجودة في الكون. الصدمة في علم النفس معناها ان الشخص ما كانش حاطط احتمالية ولو 1% ان حاجة زي كده موجودة اصلا، او ان حاجة زي كده في احتمال ان هي تحصل. السؤال ليه ما تحطش الاحتمالية دي؟ امال الشيطان بيعمل ايه؟ يعني ربنا قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللي بيعبدوا الشيطان هنا بيعملوا ايه يعني؟ يعني بيصلوا له، بيصوموا له، يعني بيعملوا ايه؟ ولا بتجيلهم افكار سلبية بيقوموا عاملينها بخطوات، زي ما ربنا قال لنا ان الشيطان ليه خطوات، وعشان كده ربنا قال فاتخذوه عدوا. لازم تكون واعي ان في عدو مش هيسيبك وهيجيلك بخطوات ويخليك تطلع خطوات خطوات. عارف الناس اللي كانت بتقول انا مستحيل اعمل الذنب ده، وتعدي سنين وتلاقيهم عملوا ذنب اكبر منه، لان هما ما دخلهمش الذنب على طول. الشيطان مش بيجي يقولك اعمل اكبر حاجة مرة واحدة، ما بيجيش يقول اعمل الحاجات اللي احنا شفناها في إبستين دي. بيجيب لك حاجات بسيطة بسيطة تعملها، تتدرج واحدة واحدة. هي دي خطوات الشيطان اللي ربنا نبهنا عليها. هقول لك على تمرين، التمرين ده ممكن يغير حياتك فعليا. درب نفسك ان اي فكرة تيجي في بالك قبل ما تعملها اسأل نفسك سؤالين. اول سؤال، الفكرة دي نتيجتها فقر في حياتي او هتزود الفقر في حياتي؟ دي اول حاجة. تاني حاجة، الفكرة دي لو انا عملتها النتيجة بتاعتها ان انا هخاف اكتر، الخوف هيزيد في حياتي اكتر؟ ليه السؤالين دول؟ ربنا قال لنا عيشة الناس اللي ماشية ورا الشيطان، سواء واخدة بالها او سواء مش واخدة بالها. ربنا قال الشيطان يعدكم الفقر. طيب الناس اللي الفقر بيزيد في حياتها، سواء هرجع اقول لك تاني، سواء واخدة بالها او مش واخدة بالها، هي ماشية في خطوات الشيطان. معلش الكلام ده ممكن يكون تقيل، بس اسمعوا بحياد. ربنا بيقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالناس اللي حياتها ماشية في اليسر اكتر فهي كده بتعمل اكتر باللي ربنا امر بيه، والعكس صحيح. الناس اللي ماشية في الفقر والخوف فهي اقرب للشيطان منها الى ربنا، حتى وان كان هي مش واخدة بالها وصلاة وصوم كتير والحاجات دي. حاول تفكر في التمرين ده خلال اليوم. درب عقلك اولا ان انت تراقب الافكار اللي بتجيلك. دي مهارة لوحدها، يعني بتخليك واعي اساسا وعايش في اللحظة. بعد كده تبدأ تنقل الفكرة دي، هتيسرني لليسرى، هتزود اليسر والبركة والغنى في حياتي، ولا هتزود الفقر والخوف في حياتي؟